راجل قتل أخوه وأخته وأولادها علشان الورث، وسحر كل الناس علشان يشوفوه زي أخوه بالظبط. ولما الشرطة حاولت إنها تقبض عليه اختفى ومش لاقيله لغاية دلوقتي. قصة مشرحة زينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة قصص حدثت بالفعل. النهاردة هعرض لكم محتوى جميل وشيق جدا، وهو قصة مشرحة زينهم. بس رجاء من حضراتكم، لو أول مرة تدخلوا قناتي يا ريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. في يوم من الأيام وصل لمشرحة زينهم 4 جثث لأم و3 أولاد، بينهم رضيع وبنت وشاب. في البداية فحص الدكتور جثة الأم، لقي إن شكلها غريب ولونها أزرق بشكل مبالغ فيه، وموجود على جسمها أسمنت، ويظهر على ملامح وشها الخنق، وملفوف حوالين رقبتها ملاية. قرر دكتور التشريح إنه يبدأ شغله بجثة الأم، فلاحظ إن إيديها برا ترابيزة التشريح بشكل غريب، فلبس جوانتي وحط إيديها على جنبها بحيث يخليها لازقة بجسمها، ولف علشان يجيب المشرط والأدوات، لأنه كان مضطر إنه يشتغل وحده علشان مساعده مشي فجأة علشان مراته كانت في حالة ولادها متعسرة. وفي خلال تحضيره لأدوات التشريح سمع صوت وراه، فبص للجثة لقي إيدها التانية اتحركت وبقت برا ترابيزة التشريح. اتوقع الدكتور إن ده يكون رد فعل طبيعي بعد ما رجع إيد الجثة المتيبسة جنب جسمها، فاتحركت الإيد التانية، فحط الإيد التانية جنب جسمها ولف مرة تانية علشان يكمل تجهيز أدواته. وبعد ما خلص من تجهيزه رجع علشان يبدأ شغله، فلقي شيء صادم. وقف الدكتور في حالة صدمة ثواني بعد ما لقي رجلها الشمال برا الترابيزة تماما، وده لا يمكن تفسيره بالعلم والمنطق علشان الرجل متخشبة تماما على الترابيزة، وبرضه ترابيزة التشريح لها جوانب مرفوعة تمنع وقوع أي شيء خلال التشريح، وعلشان كده مش ممكن إن رجلها توقع برا الترابيزة. وفي اللحظة دي أيقن الدكتور إن في حاجة ورا الموضوع، رافض تشريح الجثة بأي شكل. ففي ناس بتقول قرين، وناس بتقول روح، وناس بتنسبها للجن، ولكن المحصلة في النهاية رفض التشريح. وبالتالي الرافض ده أيا كان مين هو بيحاول إنه يبعدك أكتر من طريقة وبالتدريج، وكل الطرق دي بيعرفها كويس كل اللي اشتغل في التشريح. في البداية هيحاول تخويفك بحركات بسيطة زي ما حصل، بعد كده يبدأ إزعاجك بأصوات وتخريب شوية حاجات أو الأدوات، وإذا كان الشخص ضعيف فمن الممكن أذيته. ومعنى كده إن الحركات دي كانت الرسالة الأولى للجثة، ولابد أن يكون رد فعل الدكتور قوي علشان يحسم الموضوع. جاب الدكتور الأدوات جنبه وقطعة قماش بيضة طويلة، وربط الرجلين في بعضهم بقوة، وبالطريقة دي كان رده على الرسالة الأولى واللي معناها إنه ما بيخافش. بعد كده بدأ في المرحلة الثانية من محاولات إبعاده عن تشريحها، وكل ما يحاول استخدام مشرط لتشريحها يتكسر من غير أي سبب ويتعطل المنشار وكل الأجهزة. وعلى الرغم من كده رافض الدكتور إنه يستسلم علشان يوصل لها رسالة بإنه مش مهتم فهتستسلم الجثة. ولكن كل اللي حصل عطت فكرة للدكتور إن الست دي كان ليها نشاط مع الجن والأعمال، ومعنى كده إن قصتها ما انتهتش بنهاية التشريح. وقرأت مذكرة النيابة اللي حكت قصة الحادثة إن هدى دي كانت ست مطلقة، زارها أخوها فلقيها خلفت طفل رضيع من أيام، فخنقها انتقاما لشرفه. وابنها الكبير راح للمباحث وكان في حالة هستيرية وما كانش متزن، وقال إن خاله قتل أمه وحط عليها أسمنت في حفرة في البيت. ولما وصل الابن البيت وشاف كده خاف على أخته وأخوه الرضيع فقتلهم، وقرر الانتحار بإنه ياخد أقراص سامة، وبالفعل خدها ومات في الجسم. راجعت المباحث كاميرات المراقبة في المنطقة ورصدت فعلا أخوها المذكور هو خارج من البيت في وقت ارتكاب الجريمة، وظهر إن الابن كان جوا البيت من الأساس قبل الجريمة بتلت ساعة. فراحوا بعد 5 ساعات من ارتكاب الجريمة للقبض على الخال فلقيوه ميت. رجع الدكتور مرة تانية علشان يسجل معاينته لجثة الست، فلقي الأعضاء الداخلية في بداية تعفن وريحتها صعبة،
وفي الرقبة تبين وجود آثار تؤكد وفاتها بسبب الخنق، ولكن القوة المستخدمة في الخنق كبيرة جدا، تتخطى 3 أفراد، كونها بملاية قماش وموجود على جسمها رموز وأوشام بلون أخضر وجمل غير مفهومة، وبرضه جدول صغير على الظهر فيه أرقام غير مرتبة. ووفقا للمظاهر التحليلية فمر على الوفاة قرابة 24 ساعة، وفي خلال الفحص تفاجأ الدكتور باختفاء الملاية البيضاء اللي ربطها على رجليها، فساب الجثة وقرر إنه يتكلم مع ضابط المباحث صاحبه علشان يفهم منه اللي حصل، فلقيه محتار من موضوع القضية دي، وبيقول في محل جبال بيت المجني عليهم، والكاميرا بتوضح إن المجني عليها الأم دخلت البيت الساعة 3 العصر. فقاطع الطبيب 3 العصر في أي يوم؟ رد ضابط المباحث من 10 ساعات. فتعجب الدكتور إزاي وهي توفت من أكتر من 24 ساعة، مستحيل. فكلام الضابط أكد إن الست ظهرت في الفيديو من 10 ساعات، وابنها كان داخل البيت، وأخوها وصل بعد ساعة تقريبا، وظهر في الكاميرا بمنتهى الوضوح واستمر معاهم نص ساعة. بعد كده طلع الابن اشترى حاجة من محل جبالهم ورجع للبيت، وبعد نص ساعة طلع الخال معاه الابن علشان يوصله بعربيته، وراح هو برضه بعربيته، كل ده في حدود الساعة 5. وراح الابن الجسم وحصل اللي حصل. ولما دورنا عن الخال عرفنا ان الست لها اخين، واحد برا البلد من 12 سنة والتاني هو اللي كان بيزورها. ورحنا البيت للقبض عليه فلقيناه ميت ومتعفن تماما وريحته لا تطاق، واتضح انه متوفي من اكتر من اسبوع وملتصق بالارض وبيحاوطه الدود وبتطلع منه حشرات طايرة، محدش قدر يلمسه او يقرب منه. انهى الدكتور المكالمة وهو على اليقين ان الحكاية مش هتنتهي بسهولة. ورجع مرة تانية لجثة الام، فلقي الايدين برا الترابيزة والرجلين والجمجمة منشورة، وده اللي زاد الوضع بشاعة. فلبس الجوانتي وقرب منها علشان يكمل شغله، فلقي اتصال من ضابط مباحث ثاني بيسأله عن أي معلومة تفيدهم في القضية دي. فرد الدكتور إنه يتكلم مع فلان ضابط المباحث من دقايق. فتعجب الضابط وقال له إزاي اتكلمت معاه؟ هو قاعد قدامي وهو اللي طلب مني إني أكلمك. وأكد الضابط التاني إنه ما كلمش الدكتور من 3 شهور. فاستغرب الدكتور وسألهم إيه هي تفاصيل الجريمة، فحكى ليه القصة زي ما حصلت في المكالمة اللي كان فاكر إنها حصلت. وبعد ما قفل الاتصال بس تليفونه فلقيه إن ما كانش فيه اتصالات سابقة فعلا، فعرف إن دي كانت الرسالة الثالثة من الجثة الرافضة للتشريح وإن الموضوع هيطول. وأيقن الدكتور من اللحظة دي إن في شخص من برا بيتحكم في اللي بيحصل ده، فالموضوع اتخطى فكرة القرين. وفي خلال الكلام ده سمع الدكتور صوت مساعده وصل من برا، فطلع علشان يفتح له، فشاف 3 قطط سود صغيرين وقدامهم قطة سوداء حجمها 10 أضعاف القطة العادية، عيونهم كلها حقد ومستعدين للهجوم. فكمل خطواته بمنتهى الهدوء وهي بتزداد استعداد وكأنها بتستعد للانقضاض، وهو عينه ثابتة في عين القطة الكبيرة. ولما شرع في ضربها برجله اختفوا ال3 قطط التانيين. فكمل طريقه للباب وفتح المساعد. يتوجه الدكتور لجثة الرضيع فلقي إن عمره 2 يوم، عاري من الملابس تماما، والحبل السري مقطوع قطع غير طبي بشكل شديد، وبتظهر على جسمه آثار تعذيب وإهمال في نظافته. وفي ظهره جدول يشبه الجدول الموجود على ظهر الأم ولكن الأرقام مختلفة. أخذ عينات دي إن هي علشان يعرف مين الأب. وراح الدكتور لتشريح الشاب فلقي العينين مفتوحين بشكل مبالغ فيه، مع وجود عتامة بيضاء على القرنيتين وآثار وشم على الكتفين والصدر وأعلى الظهر ونقوش مش مفهومة، مع جدول يشبه الموجود على ظهر الأم والرضيع وبأرقام برضو مختلفة. وبالفحص تبين إن الوفاة ناتجة عن تسمم بمركب عضوي فسفوري. بدأت علامات التعجب تظهر على ملامح الدكتور، فأول مرة يشوف جثة حديثة الوفاة وعينها مفتوحين بالشكل ده، وهي موضوع الجداول على ظهر الجثث. وبتشريح جثة الابنة اتبين إنها عذراء ومفيش آثار عنف
وسبب الوفاة جلطة في القلب. ساب الدكتور المشرحة بعد فحص ال4 جسامين وقرر إنه يروح لبيته علشان يرتاح. وفي الطريق كان الجو ممطر جدا، فلقي الدكتور راجل عجوز بيحاول إنه يعدي الطريق، فوقف وشغل نور العربية علشان يسهل له العبور. فقرب منه الراجل وكان بيخفي وشه بشال ومبينش غير عينيه، وبصله بنظرة مليانة بالطاقة السلبية، والبصة دي جابت له صداع غريب. فبدأ الدكتور يحرك ايده بشويش علشان يمسك سلاحه الشخصي، لكن الراجل مشي من قدامه واستمر الصداع معاه لغاية ما وصل بيته، وحط راسه تحت المية لمدة 5 دقايق لغاية ما بدأ يهدى. فرفع راسه علشان ينشف وشه وراسه بالمنشفة، فحس بإيد بتتحط بقوة على كتفه، فلف علشان يشوف مين ده، فلمح نفس الراجل العجوز اللي اختفى من قدامه، ولكن المرة دي شافه بوضوح. في وشه كان مليان بالحفر وعلامة شيطانية غريبة على جبينه تشبه زاوية قائمة قطعها حرف اس. قعد الدكتور بيردد بعض الأذكار وراح نام. بعد كده صحي على تليفون من مساعده اللي بيبيت في المشرح علشان يبلغه أن جثة الخال وصل الدكتور للمشرحة اللي ملياها ريحة صعبة طالعة من جثة الخال. فالجثة منقولة في كيس أسود محاطة بالديدان والحشرات من كل جانب. إيدها قريبة من وشها، الوش ظهر بملامح مرعبة، والجثة تقريبا عدى على وفاتها تقريبا 20 يوم. وبدأت رحلة التعجب، إزاي قتل الخال الأم امبارح وهو متوفي من 20 يوم. اتصل الدكتور بضابط المباحث واتفق معاه إنه يقابله بكل أوراق القضية، وتقابلوا في اليوم الثاني. ووضح الدكتور إن الأم ماتت مخنوقة بقوة أكتر من 3 أشخاص، والرضيع مات من الإهمال والتعذيب لمدة 2 يومين، ومش زي ما قال الأخ إنه قتله. والأخت ماتت بجلطة في القلب، والخال مات من أكتر من 20 يوم ومستحيل يكون موجود وقت ارتكاب الجريمة. فسأل الدكتور عن الأخ الثاني، فعرف إن المباحث أرسلت للسفارة بالدولة اللي من المفترض إنه يكون فيها، فعرفوا إنه رجع لمصر من سنة. وخلال النقاش ده رن تليفون ضابط المباحث علشان يبلغوه بوصول الخال الثاني اللي عرف من جيران أخواته اللي حصل له. فطلب منه الضابط إنه يروح للمشرح علشان يتعرف على الجثث. وفي خلال الوقت ده كان الدكتور بيقلب في أوراق القضية، فعرف إن الخالين توأم. وبعد وقت وصل الأخ للمشرح. استقبل الدكتور وضابط المباحث، ولكن الدكتور وقف في لحظة صمت ليتأكد إنه نفس الراجل العجوز اللي ظهر له في طريقه لبيته وظهر له في الحمام. فخاف الراجل وحاول الهرب وجري على أقرب عمود نور، وفضل يخبط راسه فيه لغاية ما وقع مغمى عليه. استغرب كل الحاضرين من اللي حصل، والدكتور ما شرح لهمش حاجة ونقلوا الراجل للمستشفى. وفي اليوم التاني راح الدكتور للمستشفى علشان يشوف الراجل الغامض اللي فسر له حقيقة كل اللي حصل، واعترف له بأنه كان على خلاف مع أخواته إنهم كانوا بيشتغلوا في السحر والأعمال، ولما طالبهم بميراثه رفضوا وعملوا أعمال دمرت حياته. فقرر البعد عنه وسافر لدولة من الدول الأفريقية المشهورة بالسحر وتعلموا بإتقان وتفوق فيه. علشان كده حفروا على جبهته العلامة الغريبة دي اللي معناه إنه واحد من أقطاب السحر. ورجع علشان يمارس سحره على أخواته، فقتل أخوه وسحر الجميع علشان يشوفوه مكان أخوه، واحتفظ بجثة أخوه علشان يكمل خطته. وكان ناوي إنه يخفي جثته بعد قتل أخته وأولادها، لكن الوقت ما ساعدهوش. وفي خلال حكاية الساحر دي لتفاصيل جريمته اتصل الدكتور بالضابط علشان يسمعوا الاعتراف، ولكن قبل القبض على المتهم اختفى وما قدروش يستدلوا على مكانه.